السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. يلا هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله فيديو يعني جميل ومختلف عن كل الفيديوهات اللي عملناها قبل كده والطبخ والكلام ده كله. انا هنا بقطف حبك سعودي، زرعاه هناك عند البيت، يعني جنب البيت بتاعنا في البلد. وده نعناع، بنقطفه كده، باخد الشوشة بس من فوق كده، وبغسله حلو وبصفيه. ليه استخدامات كتير قوي، فوائد كتير قوي النعناع ده، لان هو نعناع طبي. والحبك برضو جميل قوي في الشاي وحتى مشروب لوحده بس. فالحاجات ديت ساعات بيقبلها يعني مواسم. في ايام بتبقى متوفرة فيها كتير جدا، وفي ايام بتبقى ايه مش موجودة. فانا بقى باخد كل مدى كده بقطف شوية واغسلهم واصفيهم من المية كويس، واعمل ايه واعملهم في خيط زي البامية كده، زمان لما كانوا اهالينا ايه ينشفوها كده. انا بعديه في ابرة وخيط كده بالراحة، العود بطوله كده زي ما هو، واحطه ايه ينشف زي العقد كده بالظبط كده. بربط الفتلة في بعضها وعلقه بقى في مكان فيه هوا بس ما فيهوش شمس. ليه؟ لان الشمس بتسمره. لما نحطه وينشف في الشمس لونه بيسمر ويبقى مش حلو، مش بيبقى اللون الاخضر الفاتح الجميل ده. فانا كده عملت كذا عقد من النعناع ومن زي عقد الفل كده والياسمين. عملت كذا حاجة من النعناع من النعناع والحبك بس، وبعلقهم بقى على مسمار كده او في اي مكان يكون فيه متعرض للهواء، بس ما يكونش فيه شمس عشان يفضل محتفظ بلونه الاخضر ده. كده عقد زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، كده ببينه يعني. بس بعلقه بقى واسيبه لحد ما ينشف وافركه وانزله كده من قلب المصفى وبحتفظ بيه بقى. ينفع بقى في الشاي، لو ما فيش مع الشاي، لو مش متوفر الاخضر ينفع معاه. ولو مثلا مع المحشي ورق العنب، مع المحشي كله عامة يعني. اي انواع محاشي واي انواع معجنات او اي حاجة انت محتاجين فيها النعناع الناشف بيكون لونه بالشكل ده. الصراحة علقته، وكل ما لقيش معايا نعناع وما فيش حاجة اخطف عود او عدين، هم دول اللي اتفضلوا معانا في النهاية على مدار ونشف يعني. فلونه اخضر وجميل لاني عاملاها بعيد عن الشمس وما تعرضش لدرجة حرارة عالية. وبفركه بقى كده وطلع منه العيدان، واعمله من مصفى منخل اي حاجة بحيث اشيل الشوائب الخشنة منه يعني. يبقى معايا بودرة ناعمة كده جميل. ممكن تحط بقى مع الشاي، يتحط مع النعناع، قلنا استخداماته كتير وفوائده وما شاء الله تبارك الله كتيرة يعني. فالوصفة بتاعتنا بسيطة وسهلة. ممكن نعمل كده بقى في الكزبرة، في اي حاجة عايزة تنشفيها وتاخديها مجففة معاكي يعني. من الورقيات بالذات. بس دي كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم، ولايك وشير، ويا ريت تشتركوا في القناة، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.